مستجدات بشأن مدى خطورة إصابة عمورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل أن نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. كشفت تقارير إعلامية ألمانية بأن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة لا يعاني من إصابة خطيرة، وغادر مهاجم المنتخب الجزائري مباراة ناديه فولفسبورغ الألماني أمام شوتوتغارت الملعب مصابا في الدقيقة 86 وسط الشكوك حول إمكانية لحاقه بتربص المنتخب الجزائري شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان غاب عن المعسكر الماضي ومواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا في تصفيات كأس أفريقيا 2025. وأفاد موقع الألماني اليوم أن إصابة المهاجم الجزائري محمد أمين عمورة ليست خطيرة، مما يتيح له المشاركة في المباراة المقبلة لفريقه في الفسبورغ في الدوري الألماني، وكذلك الانضمام لمعسكر منتخب الجزائر. وورد في التقرير أن التقييم الأول للمدرب رالف هاسنهوتل كان دقيقا، حيث عانى عمورة من إجهاد وتشنجات بعد ابتعاده الطويل عن المنافسة، وليس من إصابة عضلية في الفخذ. ومن المتوقع أن يحصل عمورة على بعض الراحة خلال الأسبوع التدريب المقبل، ويستعد للعب في المباراة القادمة ضد بوخوم. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.